دولة تانية. اكتشفت بعد كده ان هو الموضوع لازم يتحول شوية لعلم. في الماركتينج كان في حاجة اسمها الفور بيس، اتحولت ل7. ما هو انت التكلفة كده كده راجعه لك. بيقولوا كوكب اليابان الشقيق هو كوكب الصين الشقيق برضه. التاجر لازم يكون جريء، لازم يكون في مخاطرة على النيد والوونت والديماند. قدرت تخلق الاحتياج. الموبايل بتاعك مش عشان بيرن، لا. الموبايل بتاعك ما كانش موجود. القطاع العقاري في مصر حقيقي بيدخل هو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. يهمني قوي ان انا اسالك ان وانت ماشي في الرحله بتاعت ان انت تجيب والاستيراد والتصدير، كنت انت بتقولي حاجه انا لازم انجح. مش كل وقت كل حاجه بنتمناها بتحصل يعني. طبعا. اكيد كان في مطب لازم اقف بقى عنده، هو ان جبت صفقه كنت حاطط عليها امل كبير ما نجحتش، هل ده حصل؟ كتير. اديني واحده بس، اديني موقف كده كنت رايح تجيب حاجه، كنت منين وايه هي الحاجه، ولما نزلتها السوق لا هنا السوق المصري ما تقبلهاش. لا ما تقبلهاش. طب انا هجيب لك الموضوع بقى من اخره خالص. ماشي. يعني كلمة ما تقبلهاش دي، جيت يجي من حوالي مثلا 7 سنين او لما اشتغلت في التطوير العقاري. مم. بداية التطوير العقاري وقفت شغل الصين شويتين. مم. كان عندي مخزن. تمام. حلو. المخزن ده على مدار السنين اللي اشتغلتها وجبت منتجات من الصين، كان منتج يجي يفشل اسيبه في المخزن، مم. منتج يجي ويتبقى منه شوية اسيبه في المخزن، منتج يجي ويتكسر فيه حاجات اسيبها في المخزن. مرتجعات، ناس ما عرفتش تبيع، حاجات كتير قوي. ف فجيت في الاخر خالص لقيت عندي مخزن يمكن حوالي 1000 متر، مم. مش عارف اخش لاخره، اوف، مليان حاجات. مليان حاجات. طب اعمل ايه؟ شفت حد يجي يشتري مني المخزن. باللي فيه. مش المخزن كمخزن، مش كعين يعني، لا مم. المخزن كمنتجات يعني. فواحدة شغالة في النزهة، عندها مكان في النزهة كبير، مم. بس شاطرة جدا وجريئة جدا برضو، تاجرة يعني. قلت لها خدي كل حاجة. اخد كل حاجة؟ اه خدي كل حاجة. اتفقنا على رقم. انا بالنسبة لي الرقم مش فارق يعني، المهم ان انا تخلصت من افضي الحاجات يعني. المخزن. 5 عربيات اللي هي النص نقل الشاسيه الطويل. مم. عارفة ان نص نقل الشاسيه الطويل طبعا. دي عربيات بتاخد بضاعة وترجع وتاخد بضاعة وترجع، تاخد بضاعة وترجع. هي دي التجارة. هتكسبي كتير بس هتخسري كتير. مم. بس هي في النهاية المكسب اكتر من الخسارة. مم. انا افتكر ان انا في شحنة من الشحنات اتنازلت عنها يعني. شحناء كان فكرة شحنة كانت جاية من الشحن الصين، كانت جت غالية. هنا، قلت للمستخلص اتنازل عنها، مش عايزها، مم. خلاص رميها. جبت منتج كلنا عارفينه، عارفة السبينر؟ مم. لعبة كده اه بتتلف كده، اه اه السبينر ده. عارفاه. انا اول حد جبته يعني. انا معظم المنتجات اللي جبتها كنت اول حد ده يعني انا اجيب اشتريت المنتج. منك كتير قوي واحنا صغيرين، وطبعا كلها كانت كانت صيني. صيني. كانت صيني. بس ده المنتج ما الوحيد. تقوليش انه كان كواليتي عالي، لان الكواليتي كانت زيرو. لا، ما انت خدت المنتج بتاعي. لا ما ما سالتش، كنت طفله يعني. ما لحقتش اسال، ما معلش. انا عملت ايه؟ ده نفس اللي اتقال لك يعني، ده نفس اللي اتقال قبل كده، ان انا كنت اجيب المنتج اشتغله في البداية مم. واخرج. ليه؟ عارفة الكريمة؟ في كده ايه بيبقى على وش التورته كده الكريمه، اه. في وش الحليب القشطة، الكريمة. مم. هي دي الكريمة. الكريمة ان انت تاخدي اهم حاجة في البيعة بتاعتك وتطلعي. لما بجيب المنتج ويحقق نجاح، يبتدي يخش بقى الايه التجار الكبار. مم. انا لو بجيب كل مرة 10,000 قطعة، هو هيجيب 100,000. مم. عادي جدا. الموضوع بالنسبة له ما فيهوش مشكلة يعني. جبت منتج من المنتجات، فاكرة ايام ما كان الكهرباء بتتقطع؟ مش الايام اللي فاتت دي، من 10 سنين 11 سنة. مم. فكره الكشافات. صح. جبت كشافات وانا في الصين، مم. عملت الديل ودفعت ثمن الكشافات اللي بالشحن، مم. وكنت هجيب مواتير بالشحن الكلام ده.
وانا راجع اليوم اللي انا راجع فيه المشكله اتحلت. اوف. مشكله الكهرباء اللي كانت بتقطع اتحلت، مم. ما بقاش في مشكله. وانا دافع فلوس، ودافع فلوس بقى، انا عارف ان عندي مشكله. ما هو ده برضو ايه، انا بلعب على احتياج. هنا في مصيبه، كهرباء بتقطع، وانت بالنسبه لك اهم حاجه مش التكييف، لا طبعا نور. النور. نور بس، مم. اشوف. فانا لقيت ان هو ده احسن منتج اقدر اجيبه واشتغل. المشكله اتحلت وانا راجع. بالصدفه كان معايا حد في الطياره، تاجر، كان من دمياط، شاطر. كان بالصدفه برضو شفته في كانتون فير واتعرفت عليه، فلقيته معايا في الطياره. فانا الفكره جت في بالي يعني، بقول لك يا حاج فلان، انا عامل شحنه بتاعت كشافات. انا ما هو انت الشطاره تاخدي القرار بسرعه. مم. هو ده في نوع من انواع ال الريسك. طبعا. مم. و... ولو صبرت شويه، ما هو التاجر شاطر، التاجر تقيل، وهو تاجر كبير، مم. كان جايب رقم مئات الالاف من الكشافات دي يعني. مم. فقلت له انا جايب شحنه، وبعدين ده المشكله اتحلت. بقول لك ايه، تاخدها؟ قال لي ماشي اخدها. قال لي بس ادي لك فلوسها لما احصلها. يعني ايه ادي لك فلوسها لما احصلها؟ هو كان بيورد للهايبرز الكبيره، مم. فالهايبرز الكبيره ما بتديكيش الفلوس غير كل 3 شهور، كل شهرين، حسب بالاجل الدوره يعني. بتاعتها. بالاجل يعني. فقال لي خلاص. قلت له خد، هدي لك الورق بتاعها، مم. وانت بقى ايه، خلصها من من الجمرك الجمرك وكل فاهم. حاجه والكلام ده وشحنتك. مم. اعتبرني انا راجل شغال معاك، ورحت اشتريتها وتعبت لك التعب ده. مبروك. بعدها يمكن بشهر او بشهرين مشكله قطع الكهرباء رجعت تاني. مم. فانا بقيت امشي في السوق، الاقي المنتج بتاعي موجود بيباع باسعار اعلى من الاسعار اللي انا كنت عامل حسابي عليها، مم. وانا فلوسي ما جاتش. يعني انا بالنسبه لي اللي هو ايه، فلوسي ما رجعتش، فلوسي لسه الحاج اه بيستلمها. ايوه عند حد، عند حاج تاني. عند حاج عند تاني. حاج تاني. مم. عايزين نعرف بقى القصة بسرعة خلصت ازاي. خدت فلوسي بعد 3 شهور مم. يعني، وهو باع واشتغل وكسب وما شاء الله. فهو التاجر دايما انا كنت بعمل ايه، اجيب المنتج في الاول. الفكره الميزه اللي عندي ان هو منتج جديد، وفي نفس الوقت ما بتخش في منافسة مع ما حد. بخش في منافسه مع حد، بنزل اشتغل في السوق بسرعه. مم. بجيب كام شاب يشتغلوا معايا في البيع وفي التسويق، ومع مم. محاسبين، 2 محاسبين يشتغلوا معايا، مع بتوع توزيع. هوب، في خلال شهر يكون المنتج مغرق الاماكن الرئيسيه، مش مغرق السوق، مغرق طبعا. الاماكن يعني علشان خاطر انت عايز المنتج بتاعي هتلاقيه في المكان الفلاني. مم. اشتغلت بقى على منتجات كتير كتير يعني، مم. مش منتج واحد. اشتغلت يمكن حقيقي على 20 30 40 منتج. مم. طبعا على مدار السنين. على مدار السنين. منتجات منها نجحت وسمعت جدا جدا، ومعظم المنتجات كنت بسميها باسمي يعني. فاشتغلت على الاساس ده. بس كان لما يخش التاجر، هو شاف منتج بعينيه في السوق ونجح فخلاص نجح، بيحط ايده هوب، بقى هو. اول ما بيحط ايده تطلع يعني انت على طول. على طول اطلع انا عشان هو اولا مش هتقدر تنافسه. مش هقدر انافسه، ثانيا كواليتي اقل. مم. انا كان دايما يهمني موضوع الكواليتي، مم. عشان هو المستهلك المصري بجد ذواقة، بيعرف الحاجة الكويسة من الوحشة. وانا كنت ببيع المنتجات مش رخيصة. فانت عشان تبيع منتج غالي بكواليتي رديئة مش هينجح، وخصوصا ان هو منتج جديد. ده حقيقي. يعني هي دايما كنت بعمل كده. وما عندناش فكرة الثقة جدا في فكرة صنع في الصين، فاحنا بنبقى عارفين حتى لو المنتج جاي الكواليتي كويسة هيبوظ. فاحنا عارفين انه صيني يعني في بس انا الاخر. كنت بلعب دايما على الماركتينج، على الاحتياج، مم. على الرغبة. نيجي بقى لخطوة كانت اعتقد انها نقلة في حياتك، فكرة انك تروح على التطوير العقاري. التطوير العقاري رحنا. بصي زي ما بقول لك، انا خبرتي 30 سنة بيع وتسويق مم. وإدارة أعمال. جينا في 2018 سبت جريدة الوسيط مم. و... واتفقنا ان هنأسس شركة هنا في مصر، شركة للتطوير العقاري. هنبتدي ان احنا نشتغل في العقارات. الاول كانت الفكرة اساسا جاية من الامارات.
هي الشركه في الامارات بقى لها 20 سنه. كاربون جروب شركه من اكبر الشركات بتاعت المقاولات الموجوده في الامارات. مم. يملكها مهندس مصري ومهندس اماراتي. شغالين هناك، بنوا مشاريع خدميه ومشاريع سكنيه ومشاريع صناعيه ومشاريع سياحيه. مؤخرا بنبني في الامارات فنادق. مم. يعني بنينا ماريوت ريزيدنس وبنبني ماريوت جديد وبنينا ويستن. شغالين تاورز في الامارات. فجينا فتحنا هنا في مصر، قلنا نشتغل على العقارات البسيطه. لقينا الموضوع بالنسبه لهم كشركه يعني مش هو ده الاستثمار اللي الشركه عايزاه. رحنا للتطوير العقاري بصوره اكبر، خرجنا بره فكره السكني مم. وابتدينا نروح للقصه التجاري. بنبني مشروع دلوقتي 8500 متر، مم. 2 بيزمنت، ارض تجاري، 4 ادوار اداري، قدام مسجد الفتاح العليم على طول، في منطقه مهمه جدا. طبعا. القطاع العقاري في مصر من اهم القطاعات اللي موجوده وشغاله. القطاع العقاري في مصر حقيقي بيدخل هو 20% من الناتج المحلي الاجمالي. مم. يعني رقم مرعب. مش مرعب. مم. 20%. هي السوق عندنا جذاب. جدا مم. جدا. انا مش هقول اسماء دول، بس انت في دول محيطه بينا بيبيع الارض لاجنبي، مم. بيبنيها اجنبي، بيسوقها ويبيعها اجنبي، وبيشتريها اجنبي. احنا هنا عندنا في مصر الشركات اللي بره لما جت فتحت هنا في مصر لقيت انها لما بتشتري الارض اللي بيبنيها مصري، واللي بيسوق لها مصري، واللي بيشتريها مصري. مم. احنا عندنا عقارات هنا في مصر بتوصل لنص مليار جنيه واللي بيشتريها مصري. مم. القطاع العقاري قطاع كثيف العمالة. القطاع العقاري 14% من حجم العمالة في مصر شغالة في القطاع العقاري. اي واحد بتاع عقار بيجي يقعد قدامي بسأله احنا داخلين على فقاعة عقارية ولا لا؟ مصر عمرها ما تخش في فقاعة عقارية. عارفة ليه؟ دايما في طلب. مم. عارفة لما كنا بنقول من شوية ان في النيد والديماند مم. والوانت، دايما الناس هتفضل بتدور على السكن دايما. وبعد ما بيدور على السكن وخلاص ويسكن، مم. بيدور على سكن لابني، سكن لبنتي، مم. سكن أجره، محل أجره، مكتب أشتريه، شاليه في الساحل. طب شاليه في البحر الأحمر، الاحتياجات دايما موجودة. موجودة. مم. السوق دايما عايز. الإحصائيات بتقول إن إحنا بنبني كل سنة 200-300 ألف وحدة. السوق عايز قد إيه؟ عايز 1,000,000 وحدة في السنة. الدولة خلال 10 سنين اللي فاتت دي بنت 2 مليون وحدة. مم. الشركات الخاصة بنت 2 مليون وحدة على ما أعتقد، برضه أو يمكن 3 مليون وحدة. مم. دايما في بنى جديد، بس دايما في طلب. عندنا دايما كعرب بنبص للعقار غير بره. هنا بنبص للعقار ان هو انا مخزن فلوسي فيه. بستثمر في حاجة. قيمة فلوسي انا محافظ عليها في العقار، حتى لو هي كاستثمار ما بيكسبش زي الفلوس في البنك، مم. زي الذهب، زي بس البورصة. أصل ثابت لا يمكن قيمته تقل. هي دي دايما الفكرة اللي عندنا. مم. احنا العقار عندنا في مصر ممكن، يعني في دايما كلمة بتتقال كده بيقول لك العقار يمرض ولا يموت. مم. هنا في مصر العقار ممكن سعره يستقر، يتباطأ ان هو يعلى شوية. مم. ممكن تلاقي السوق مريح مريح حبتين. شويتين، مم. بس هيجي الوقت اللي السوق هيتغير فيه. احنا القطاع العقاري بيشتغل مع فوق 100 وظيفة ومهنة. مم. القطاع العقاري ما ينفعش يقف. انتوا البروجيكتس بتاعتكم ايه؟ احنا عندنا زي ما قلت لك، احنا بنينا هنا في المهندسين، وبنينا في التجمع. دلوقتي المشروع اللي احنا شغالين عليه مم. المشروع بتاع المول التجاري بتاعنا لينيا، بشراكة مع شركة كبيرة، لافيستا، شركة من أكبر الشركات اللي موجودة في مصر. شغالين دلوقتي بنا فيه. هو على محور بن زايد، قدام الفتاح العليم على طول، مسجد الفتاح العليم. الحمد لله محققين رقم في المبيعات. إجمالي المبيعات بتاعته يمكن حوالي 2 مليار ونص. في مشاريع تانية احنا شغالين فيها، يعني تحت التخطيط بنشتغل عليها.
الشركة عايزة تعمل أكتر من مشروع هنا في مصر. مصر الدول كلها والشركات اللي حوالينا بتبص عليها مم. وبتستثمر وبتحط فلوس. مفيش حد بيستثمر فلوس وبيحط أرقام مرعبة زي ما احنا بنسمعها. 35 مليار لرأس الحكمة ومليارات الدولارات اللي بتتحط عشان عارفين ان مصر فيها عوامل جذب مم. رهيبة. مصر الحمد لله احنا بنتميز، احنا في وسط العالم حقيقي مم. جغرافيا. والمناخ عندنا طول الوقت، في الشتاء الحمد لله الجو دافي، وفي جدا. الصيف الجو مشمس. طول السنة تقدري تخرجي في الشارع وتتبسطي، و 120 مليون مستهلك، ده حقيقي، ده غير رقم اللي بيجي لك من بره واللي بيبقى 10 عايز يجي. مليون ده حقيقي. من بره. انت بتتكلمي ان احنا عندنا الارقام مرعبة ده حقيقي. موجودة. ارقام العقارات لما تسمعي تريليونات شغالة على الارض، الموضوع يعني السوق مش هزار. طبعا لا، هو مفيش فقاعة، بس هي الاسعار. بتروح وبتيجي. هي دي الفكرة. مم. الاسعار شوية مغالى فيها. مم. الشركات شايفة ان وضع العملة كان غير مستقر، مم. فالشركات سعرت بأسعار عالية. بأسعار عالية. المواد بتزيد، مم. الحديد والاسمنت وكل المواد الخام زادت، والى الان بتزيد. بس مم. احنا الحمد لله خلال السنة اللي فاتت دي سعر العملة مستقر. مستقر. الاسعار حتى لو زادت بتاعت المواد الخام زادت بحاجات بسيطة. مم. فهو على الاساس ده الدنيا هتبتدي تتغير. احنا عندنا خلال الفتره اللي جايه دي حقيقي، لو انت بتتكلمي ان في فقاعه، انا بقول لك ان الفتره اللي جايه دي هيكون في شغل، هيكون في عمليات بيع وشراء كتير. مم. اولا انت عندك بنسبه كبيره الفايده هتقل، فمعنى ان الفايده تقل يعني الناس مش هتحط فلوسها في البنك، مش هتقول هتحط لك فلوسها لا في البنك. استثمر بقى في العقارات. استثمر في العقار، واستثمر في البورصه، واستثمر في الذهب، مم. وابتدي ان انا اشتغل. الدول بره حقيقي في دول زيرو فوائد، مم. ما تجيش تحط عندي فلوس. ده في دول بتخصم من فلوسك. انت لو حطيتي فلوس في البنك تخصم من فلوسك مصاريف. مم. مش عايزين نحط فلوس في البنك، احنا عايزين الفلوس تشتغل في السوق. تشتغل. فانت بنسبه كبيره الفتره اللي جايه الفوائد هتبتدي تنزل. الدولار الحمد لله اسعار العمله مستقر. الدنيا عندنا مستقره. العاملين بالخارج الفتره اللي فاتت دي الاعلى كوارتر اتحول فيه فلوس خلال السنين اللي فاتت. الكوارتر ده مم. هيبتدي الفلوس ترجع. 30% من مبيعات العقار في مصر للعاملين في الخارج واهل الخليج. دخول الامارات وشراها للارض بتاعت منطقه راس الحكمه خلى اهل الخليج يرجعوا يشتروا بثقه. عندنا البحر الاحمر كم الروس والاوكران والاجانب اللي بيشتروا هناك رهيب. الحمد لله المبيعات في القاهره الجديده وفي زايد وفي اكتوبر الدنيا شغالة الدنيا كويس. شغاله كويس جدا. مم. الساحل ارقام مرعبه حصلت السنه مم. اللي فاتت بيع في الساحل، يعني ارقام مرعبه. الوضع بيتغير. فانا متخيل ان انت على لما يجي السيزون بتاع الصيف ويخش، لا هنشوف ارقام مبيعات مختلفة مختلفه وعالية. جدا. مم. مش هنقول فقاعه، الحمد لله يعني احنا امورنا مستقر. لا مستقره جدا. انا بصراحه دي هي حاجه مش خايف منها خالص يعني. في النهاية بما انك رائد اعمال ومريت برحلة طويلة، عارف انت بيقول لك ايه دايما، تفتح على التيك توك يقول لك في 3 خطوات كيف تصبح رائد اعمال ناجح. فانا عايزاك تقول نصيحة لاي حد من الشباب، خطوات كده، في 3 خطوات يعملوا ايه لو هم عايزين يبدأوا شغل خاص بيهم. الشغل الخاص بيهم اتعلم مم. وخد خبره وخاطر. مم. هي دي ال3 كلمات. من غير ما تتعلم مش هتعرف حاجة. مم. مهما خدت خبرة اللي موجود في الكتاب مش موجود مع الخبرة. جزء موجود في الخبرة طبعا. مم. فكرة عبد الغفور البرعي ما بقتش موجودة دلوقتي. مم. العصر اتغير طبعا. العصر اتغير، مم. الوضع اتغير. احنا في عصر السوشيال ميديا. مم. عمالقة السوشيال ميديا مسيطرة على السوق. مم. فكر المستهلك اتغير. المستهلك ما بقاش هو نفس المستهلك بتاع زمان. مم. الوضع بقى غير. فانت لما تتعلم وتاخد خبرة، والتعب ضروري. طبعا.
الناس بتهزر وبيقول لك لا ده بيقول لك اتعب دلوقتي هترتاح قدام، ده هزار، انا مش عايز اتعب وعايز ارتاح دلوقتي. لا، هو مش موجود. مم. محدش هيرتاح في البداية. لما هتتعب سنة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وعشرة، النتيجة دي هتظهر بعدين. مم. حتى لو ما ظهرتش مع اول سنة. هي المشكلة كلها عارفة في ايه؟ المشكلة ان الشباب مستعجل. مستعجل. مشكلة الشباب اتعود ان هو يمسك التليفون، يفضل مم. يسكرول في كده. 3 خطوات، في 6 خطوات، ما كانش حد هو يعني. هو اتعود ان هو يفتح التيك توك. مم. التيك توك بيعمل ما هو نجاحك في 10 ثواني. نو واي ده يحصل. هو عمل كده، هو بيخلي ان الفيديو اللي بتتفرج عليه 10 ثواني واقلب اللي بعده 10 ثواني اقلب. خلى هو من جواه هو عايز ان كل حاجه بسرعه. مم. انا متعود على الفيديو بتاع الخمس ثواني والعشر ثواني واقعد اضحك مم. واتبسط. الدوبامين عندي بيفرز في 5 ثواني في 10 ثواني. ما هو انت هو عايز هو متخيل كده. متخيل ان انا لما اجي اشتغل انا هبقى مليونير النهارده. مم. مم. لا طبعا مستحيل. بيبقى رافض للمرتب، رافض للكوميشن، رافض ان هو ينزل يشتغل في السوق، رافض ان هو هو عايز كل حاجه بسرعه. مم. انا عايز ابقى مدير، انا عايز ابقى رائد اعمال، انا عايز يبقى اسمي سي او، انا عايز يبقى اسمي تشيرمان. يعني كم السي اوز اللي الواحد بيشوفها على لينكد ان ده لينكد ان بس هو الوحيد اللي انت كل الناس سي او. ايه يا جماعه مالكم؟ السي او والسي او او والسي اف او والسي ام او. علشان خاطر تنجح لازم تشتغل لازم وتتعب. تشتغل وتتعب. مم. مفيش سي او عنده 21 سنه. لا غير لو جاي يجوز من بيزنس فاميلي الموضوع بيبقى ابدا هنا سبيشال كيس. ابدا. مفيش حد من بيزنس فاميلي بيخلي ابنه سي او على CEO. طول. صحيح. اذا ما كنتش اخليك تتعب مم. وتنزل تتعلم وتتعامل مع كل الناس عشان تقدر تنجح تقعد على الكرسي. معاهم، صحيح هيكون الموضوع صعب. تبقى سي او. مم. بس ما يبقاش عندك متخرج امبارح من الجامعه ما ينفعش. وبعد سنه شغل اتعلم كل حاجه، بعد سنه شغل وفتح شركه وبقى سي او بتاع الشركه. ده حقيقي. عشان كده كم الفشل اللي موجود رهيب. وبعدين ما هي القدره قدره نفسيه برضه، مم. ان انت تقدر تفشل وتقوم تاني. ده حقيقي. هو دلوقتي لما بيفشل بيروح يقعد في الكافي يشرب قهوة ويشرب سيجارة ويفضل قاعد. أنا فشلت في حياتي. بس عندنا نماذج كتير من الشباب اللي طبعا بيقعدوا بينجحوا وبيقعوا وبيقوموا. وده كان مهم جدا ان احنا النهارده معاك شاب صغير اكيد عديت بمراحل كتير، نجحت وفشلت ورجعت وقفت تاني. بجد دكتور محمد انت نورتنا وانا كنت سعيده جدا ان انت معانا شكرا النهارده. ليك يا شماء وشكرا للشباب طبعا. ومش عارف أقول لك إيه، أنا سعيد إن أنا قعدت معاكم الشوية دول، وبالتوفيق يا رب إن شاء الله. شكرا. نورت. شكرا ليك.